scary. ازيكم عاملين ايه؟ خدكم النهارده في جولة في مدينة وودنفيل. جو برد، درجة الحرارة تقريبا 16. كان بقالها بتمطر تقريبا يومين 3 ورا بعض، يعني مطر نص نص كده، بيسموه هنا sprinkling. بس still مطر كتير. الدنيا جو برد، الشمس طالعة بس الجو برد أوي. scary. الفيديو هيكون عبارة عن جولة كده في المدينة. أنا أول مرة أبقى هنا، دي أول مرة اللي أجي هنا يعني. يعني هكتشف كده المكان، أشوف إيه الكلام، فيه إيه مفيش إيه. يلا بينا. انا عادي ممكن اعدي تارجت في وشي اهو. ممكن اخد لكم جولة جوه تارجت لو هينفع، ادينا هنشوف. يعجبني هنا بصراحة العواميد بتبقى خشب، مفيش بقى حديد والكلام ده، يعني sustainable. انزل هنا تحت. لازم امشي شوية كده قدام والف. حلوة الشجرة دي، عجباني اوي. سبحان الله، شمس طالعة بس الجو برد، بس لطيف يعني، جو حلو ما شاء الله. هو التارجت هناك اهو، لو واضح في الكاميرا، بس مش عارف، ممكن اعدي عليه اسأل لو هينفع اصور جوه ولا لا. انا بشوف ناس كتير عامة يوتيوبرز يعني بيصوروا جوه سوبر ماركتس كتير، بس مش عارف هل بقى بيصوروا بكاميرا كده واضحة ولا عادي بالموبايل في الخباثة كده. خلينا نبقى نشوف الموضوع ده. عديت من غير ما ادوس الزرار، الناس هتسجلي، لازم ادوس الزرار هنا. اني مش فلاح. اوريكم اللوحة الفنية. نايس وان. المكان اللي هروح كمان شوية ده مكان تحفة. هو قريب من بحيرة كبيرة، مش عارف دي بحيرة بصراحة ولا بحر ولا ايه بالظبط، بس هي مكان فيه مية كبيرة اوي. اعتقد ممكن يبقى ليك يعني بحيرة، بس تحفة هيعجبكم. رباط الجزمة تفك. بحب هنا البراندنج قوي في المحلات، في اللوجوز، الحاجات دي. الدنيا بسيطة هادية، ألوان لطيفة، simplicity كده رايقة، مفيش بقى حزق زي عندنا. مش عارف انا قلت ده قبل كده ولا لا، انا جرافيك ديزاينر اصلا، متخصص في البراندنج، براند ايدنتيتي ديزاينر. بحب قوي البراندنج من ساعة. ده واحد صاحبي الله يرحمه، من ايام ما كنت في الثانوي
كان هو اللي حببني في الموضوع ده. ما كنتش عارف ان انا هشتغل فيه بعد كده، بس هو توفى من كذا سنة، الله يرحمه ويديله بالرحمة. بحس الناس تقول لي العبيط اللي ماشي ده، مفيش حد ماشي اصلا على رجله، الناس كلها راكبة العربيات، وانا ماشي هنا مستمتع بالجو بتفرج على الاماكن. هم ايه العبيط ده بيعمل ايه؟ anyways، تاكو تايم. تاكو تايم ده اول ما جيت كان اول مطعم اكل فيه، كنت لوحدي، رحت قلت استكشف، حاسس ان انا تايه قوي. استنينا عشان نعدي العربيات، بس ان تعدية الشارع هنا مقلقة شوية. يعني في مصر الدنيا عشوائية فشخ، بس هنا منظمة بس مقلقة، مش عارف ازاي، الموضوع غريب. حتى السواقة برضه، السواقة منظمة قوي والناس محترمة قوي في السواقة. انا من ساعة ما جيت بقالي تقريبا شهر مثلا ما سمعتش زمارة غير 3-4 مرات، ده بجد من غير اي افورة. شابو. الناس هنا مختلفة بصراحة، اتمنى نبقى زيهم. ده بتاع كهرباء عادي، يعني حاجة بسيطة كده. بس الشمس تحفة، أنا لسه واخد بالي. حس هنا الشمس نظيفة، حس هنا في أكسجين. في مصر مفيش أكسجين، حس بنتنفس مش عارف بجد، بس الموضوع مختلف. ما حدش هيفهم اللي أنا بتكلم فيه ده غير لو حد جه خد نفس عميق. موضوع مختلف. يا رب اي حد نفسه يجرب الاحساس ده ربنا ينولها له يعني. حاسس الموضوع ده بيتقال على العمرة والحج بس، يعني برضو عادي، ساعات بنبقى بنتمنى حاجات تانية يعني. ربنا ينولنا العمرة والحج طبعا كلنا يعني اكيد. دي من الكريسماس دي ولا ايه؟ جايبينها من وقت الكريسماس، الزينة دي، ولا ده عادي هنا ولا ايه؟ اهم حاجة السما حلو بصراحة، السما عجباني. اعتقد مش لازم ادوس اي حاجة، عادي كده عادي اهو. سوشي كوشي. تارجت راح فين؟ حاسس ان انا هتوه، مش عارف ارجع المكان اللي انا كنت فيه. مش معايا الموبايل، GPS شغال تمام، كله متأمن. بمناسبة العربيات بقى وكده، انا شفت هنا 3-4 عربيات فيرنا. ما تسألونيش ازاي، بس هي موجودة هنا بشكل او باخر يعني. العربيات هنا تحفة بصراحة، تحس ان العربيات هنا ببلاش، اما ان الشعب كله اغنياء، مع ان الشعب مش كله اغنياء، بس العربيات رخيصة في المتناول يعني، الطبيعي بتاع اي بلد المفروض. بس تمام. انا بلف حوالين نفسي تقريبا. انا المفروض اعدي دلوقتي، بس الزرار التاني نعدي الناحية التانية. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا. طب زاوية كده رايقة. السما تحفة ما شاء الله. هو ده، بحب اللوجو بتاعه قوي. انا هنا جنب تارجت. بصراحة ما بحبش احط نفسي في موقف اللي هو ممكن حد يحرجني او يقول لي لا ما تعملش او ما تصورش او بتاع. بس طبعا بما ان انا قررت ابتدي موضوع الفلوجينج ده، فما فيش بقى جو اتحرج وما اتحرجش، لازم ادوس، والا اقعد في بيتنا بقى مش هصور.
فلازم اخوض التجربة دي. ناس بتقف ناس بتقف عشان تعدي الشارع، ده بجد. ناس تلاقيك واقف انت مستني العربيات تعدي عشان انت تعدي، هما بيقفوا لك يقولك عدي. آه. Yes, sir. Can I record here or no? I'm just new taking for YouTube and exploring. So is it okay or not allowed? This is just for YouTube. Yeah, just YouTube. Okay. Give me 1 second. قالوا لي تمام ممكن تصور. عبارة عن سوبر ماركت وهدوم جزم. غريب بس جامد بصراحة. أول مرة ليا في تارجت طبعا. الموضوع بالنسبة لي مختلف. رحت كاسكو قبل كده ورحت سبراوت وايه تاني والمارت. اعتقد والمارت كان نفس القصة كده. هنا عند الالكترونيكس فون كيسز الموبايل. simple phone cases. معي $15. كيبل USB-C USB-C Type C to Type C برضو. بس أكيد كواليتي محترمة. أنكر $40. جبت أنكر شاحن كان أعتقد كان 25. لا كان 30 واط أو 35 أعتقد. لقيته أرخص من هنا. كنت جايبه من مصر أرخص من هنا برقم يعني مش قليل. فيومت جايبه بقى من هناك قبل ما اجي يعني. عمار يا مصر. بلاي ستيشن 80 تقريبا 75. بلاي ستيشن نفسه تقريبا $500. ديجيتال اديشن. بالنسبة لي انا مش من تيم البلاي ستيشن خالص. انا بالنسبة لي اجيب بي سي واظبطه واعيش بقى اتعامل. بحب اوي الحوار. بالنسبة للجويستيك ممكن اجيب جويستيك واخلص الحوار يعني. مش لازم يعني بلاي ستيشن او اكس بوكس او الكلام ده. مش قوي خالص بصراحة. حلو الهيدسيت. اعتقد انا عندي مش عارف يا هي يا اما اقدم سنة جبتها اونلاين. سعرها لقطة بصراحة. كانت هي مستعملة بس خفيف قوي كأنها جديدة يعني. غالبا اللي جابها ما عجبتوش وقام مرجعها. الجزء بتاع الاكس بوكس سيريس اس ده ب300. مش عارف ده بقى اخر حاجة ولا ايه. نينتندو سويتش. تي في سامسونج 65 بوصة. 65 بوصة $500. أنا عايز أشوف الأولد ده 75. مش عارف دي بوصة ولا دي 75. دي 75 بوصة بالظبط. دي $700. تارجت غالي شوية. أسعاره أغلى من أماكن تانية يعني. أعتقد نفس التلفزيونات دي هتبقى أرخص في أماكن تانية أعتقد يعني. بس أنا حاسس كده ما عنديش معلومة أكيد. 55 أولد $1000. ده فشيخ. عايز أجيب واحد بس مش دلوقتي طبعا. ده ايه ده؟ ده فريم. ده رايق برضو. ده 65 عامل 1800.
55 ب1300. بس تحفة بصراحة. مراتي عندها عروسة شبه العروسة دي، بس تحس انها حقيقية اكتر. عندها من وهي طفلة يعني صغيرة. مرة كنت بقلب في الدولاب ولقيتها كانت متدارية كده في حاجة، ف اتخضيت، افتكرت كان طفل حقيقي ميت ولا حاجة. بس الموضوع كان عبيط فشخ ومرعب في نفس الوقت. قاعد تضحك عليا. اوبا، اوعى الابل ايربود 2 برو والفور. عايز اجيب الفور دي، اعمل تريد ان للبرو اللي معايا واجيب الجديدة دي. او ممكن استنى شوية. اسعارها ايه؟ مش عارف ظهر في الكاميرا لا، بس اعتقد ظاهر يعني. ايباد 13 الماجيك كيبورد اعتقد. ايباد ميني بيبي ايباد ميتا، مش عارف كان اسمها ميتا كويست. سعرها كام دي؟ 400 دولار. واو 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 واو. يلا نروح لمكان تاني. عايز اشتري عجلة قريب، بس لسه مستقرتش اجيب ايه بالظبط، لان هنا موضوع العجل مختلف شويتين عن هناك، قصدي عن مصر. العجل هنا انواع كتير، في اللي هو بتاع الماونتن، اللي هو الماونتن قوي، اللي هو الهارد تريلز بقى وكده. ده بيبقى الترس اللي قداماني عبارة عن ترس واحد صغير، وبتتعامل بقى. طبعا ما مش هينفع تمشي بيها يعني في المدينة أوي. أنا مش عايز أجيب حاجة وأتصور في الآخر ألاقي نفسي مش هستعملها يعني. هنا الشنط. نايس كولرز. كانت الحديقة بتاعت البيت، عايز يزرع. خش بقى في الأكل والشرب والحاجات دي. كمية مشاريب. شوف الراجل اللي أنا سألته في الأول. أوه، ده اللي جربه قبل كده، مش عارف. هو السينمون شيبس ده تحفة. أكيد اللي هيشوف الفيديو عارفه هيبقى عارف أنا بتكلم على ايه. معرفش بقى التانيين ايه نظامهم، بس حاسس انهم هيبقوا جامدين اوي. هبقى اجربهم تاني، بجربهم قصدي بعدين. جنسنا عامل ازاي؟ limited edition. اعتقد ده تبع occasion معينة هنا، 4th of July او حاجة كده بتاع مش عارف صراحة ده كان ايه. اوه، هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا.
الركن الحرام. كمية ازايز. بصراحة الأسعار هنا في الولاية مش رخيصة. حاسس إن الموضوع يعني قبل ما أجي كنت حاسس الموضوع هيبقى أرخص من كده، بس لا بصراحة الموضوع غالي شوية. مش هقول كتير قوي، بس يعني طبعا أنا في الأول لسه ما اشتغلتش وكده وعايز أدور على شغل، فالموضوع ممكن يبقى مأزم معايا سنة في الأول، بس يعني الموضوع مش أزمة أوي، بس الموضوع أغلى مما أنا كنت متخيل بصراحة. بس تاخد كواليتي تحفة بصراحة، يعني كواليتي الحاجات ما ما بتدفعش مثلا في حاجة وتلاقي نفسك خدت حاجة خرا يعني. لا عادي، حاجات كلها كواليتي تحفة وتستاهل. تستاهل بالقيمة أو بالفلوس اللي هتدفعها من وانت عايش وتشتغل هنا. يعني حاجات الميك اب بقى، أو هيبقى في بنات بيتفرجوا علينا. في حرفيا كل حاجة تتخيلها. عارف، كول. حلوة دي. اوفر هيد دي المفروض 40. شت. عمل هنا مع الأطفال إن أنت تشوف طفل كده وتقول تسلم عليه أو تلعب معاه حاجة، موضوع شائك شوية، ممكن تلبس في حوار كبير. بعد كتير بلاقي عيال صغيرة كيوت كده بلعب معاهم، بفتكر الحوار ده بهدى بقولك ايه، ابعد عن الشر وغنيله. بس عادي يعني الموضوع مش اوفر اوي، بس برضه ممكن تلاقي حد كده يعني فاهم، حبة منه يعمل لك حوار بقى ولا بتاع تحرش ولا حاجة من الحاجات دي. هنا تكون انتهت جولتنا في تردد. جولة خفيفة سريعة لذيذة. نشوفكوا في المكان التاني. المكان هيعجبكوا بصراحة، تحفة أوي. نسيت لسه كان هيعجبكوا. يلا أشوفكوا هناك. سلام.